يا صباح الفل، ده بقى روتين يوم من ايام سنه اولى جواز. تعالوا اخدكم بقى في يومي النهارده واقول لكم عملت ايه. هنعمل حاجات حلوه قوي مع بعض، فتعالوا نبدا اليوم ونشوف هنعمل ايه في يومنا النهارده. اول حاجه بقى منقذتي في الحر ده هي الازازه دي، بجد بملاها ميه وبفضل طول اليوم كده افضل رايحه جايه اشرب فيها. عملت بقى فطار بسيط كده، كنت عامله كمان بسبوسه هنزل لكم الطريقه بتاعتها، وعملت ايس كوفي. بعد كده بقى دخلت، كان عندي شويه غسيل على المنشر، طبقتهم ورجعتهم مكانهم للدولاب، وبدأت احضر لغدا. النهارده هعمل كشري، فانا نقعت العدس كده في ميه سخنه، وطلعت كميه البصل بقى، انا بحب اعمل بصل كتير قوي للكشري. قطعته كده شرايح صغيره وقليته بقى في الزيت، وبنحط شويه زيت حلوين كده عشان الزيت ده هنستخدمه بقى في كل الاكل عشان يخلي طعمها زي بتاعت بره بالظبط. عملت بقى الدقه، معلقه توم، ملح وكمون وكزبره، هنحط عليهم شويه خل كده حلوين، وهحط عليهم كمان نص كوبايه ميه، وبس كده الدقه تبقى جاهزه. عصير الكركديه بقى، بنقع الكركديه في ميه سخنه، بحط معاه شرايح ليمون وشويه من النعناع المجفف او النعناع العادي، وبس كده بنقعه بقى وبسيبه. خدت بقى بريك كده واكلت تين شوكي، بجد انا بحب التين الشوكي جدا. بعد كده بقى دخلت عشان اكمل باقي الاكل. خدت بقى شويه من زيت البصل كده، حمرت فيهم حبه الشعريه وحطيت عليهم الرز، وحطيت عليهم العدس المنقوع، ظبطت الملح وحطيت الميه وسبتهم بقى لحد ما يستووا. المكرونه بقى حطيت مكرونه صغيره ومكرونه سباجيتي، وبدأت بقى اجهز الصلصة. شوية من زيت البصل معاها معلقة تومة ومعلقتين كبار من الصلصة، وحطيت بقى عصير طماطم، وبس كده حطيت كمان عليها ملح وكمون وكزبرة برضو، وسبتها بقى لحد لما تتسبك خالص. وكده بقى يكون كل حاجة معايا جاهزة. وبجد عايزة اقول لكم ريحة الصلصة كانت خطيرة. كان عندي بقى حمص في الفريزر فنزلته كده، حطيت عليه بس شوية مية سخنة عشان يسخن، وبس كده جهزت بقى الاكل كله. حطيت كمان شوية من المخلل اللي انا عاملاه، واكلنا الحمد لله، والاكل كان تحفة. بعد الغدا بقى بشوية كان نفسي قوي في كوباية شاي كده، فعملت كوبايتين شاي حلوين وخدت ريست كده. وتعالوا بقى اقول لكم على طريقة البسبوسة بتاعتي. كوباية من السكر كده بحطها لحد ما تسيح خالص، مش باجي جنبها ولا بقلبها. 3 كوبايات من دقيق السميد، عليهم رشة ملح، والسكر اول ما يدوب كده بقلبه بقى كله مع بعضه، وهحط عليه نص كوباية من المية وهقلبه واستناه يسيح خالص عشان هو بيكتل كده معايا. بعد كده هحط كوباية الا ربع من السمنة، اي نوع سمنة عندكم، وهقلبها برضو كده معاها لحد ما تدوب، وهسيبها بقى تبرد خالص. شوية من الفانيليا، وهسيب الخليط ده لحد ما يبرد. بعد كده هحطه على دقيق السميد واعجنه واحطه في الفرن، وبس كده. كان عندي بقى شوية مواعين عايزة تتغسل طبعا، فغسلتها كده وظبطت المطبخ. والبوتاجاز طبعا كانت حالته مأساوية، فرشيت عليه كده مذيب الدهون وبدأت اغسله وانضفه. بعد كده بقى شغلت عود بخور كده عشان اعطر البيت، وخدت الفيتامينات بتاعتي، وبس كده قعدت اتفرج بقى على مسلسل مطعم الحبايب، وبس كده يكون يوم